وانت سامعني كده فكر معايا. لو لا قدر الله الدكتور قالك بكرة انه قدامك 6 شهور بس تعيشهم، هتعمل ايه؟ هتسافر المكان اللي بتحلم بيه ولا هتقول مفيش وقت؟ هتقول لحد بتحبه اللي في قلبك ولا هتستنى فرصة تانية؟ هتبدأ المشروع اللي بتحلم بيه ولا هتفضل في الشغل اللي انت بتكرهه؟ طيب ليه مستني؟ ليه محتاج تكون على حافة النهاية علشان تبدأ تعيش؟ في علم النفس السلوكي في ظاهرة اسمها temporal discounting. ببساطة معناها ان الدماغ بتاعتنا بتقلل من قيمة المكافآت المستقبلية. يعني مثلا لو خيرتك بين $100 دلوقتي و$150 بعد سنة، معظم الناس هتختار $100 دلوقتي. ليه؟ لأن الحاضر واضح، المستقبل غامض، ونفس المبدأ بيحصل مع أحلامنا. الراحة دلوقتي أهم من الإنجاز بكرة، الأمان دلوقتي أهم من السعادة بكرة. لكن المشكلة إن بكرة بتتحول لأبدا.